عليكم، أهلا بكم أحبابي في قناة تحديات الحياة. أهلا بكم، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير، آمين. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل فتة العيد. فتة يعني هي جت متأخرة شوية وكده، بس هنعملها مع بعض برضو. أكيد في ناس لسه زي حالاتي ما عملتش الفتة وكده. هنعملها بطريقة سهلة جدا وطعمها جميل جدا، وليها كده تكات معين هتخلي معاكي الفتة بتاعتك مميزة وطعمها حلو خالص. زي ما انتوا شايفين طبعا الصورة بتتحدث عن نفسها. الفتة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عليها. اول حاجة نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين طبعا انا حطيت مية على البوتاجاز علشان تغلي. حطيت فيها المنكهات بتاعت الشوربة، بصلة مقطعاها 4/4، حبهان، كوبيبة، روزماري. حطيت برضو لو انت عندك عيدان ورق، عيدان جرفة حطيها، وحطيت ورق لورا. ودي الجزر اللي احنا خزناه مع بعض في تفريزات الخضار اللي خزناها بتاعت الشتاء. هو يعني ايه، طلعته من الفريزر على طول. هاخد 4 شرايح من الجزر، بيطلع طبعا معايا في منتهى السهولة. وهضيفها الى الشوربة زي ما انتوا شايفين، والشوربة تغلي كويس. وبعد كده هنزل باللحمة بتاعتي. اللحمة بتاعتي هي لحمة ماعز او لحمة ايه، جديان. يعني في بعض الناس بيسموه كده، وهي لحمة ماعز عامة. ماشي. فانا غسلتها طبعا حلو. لازم لحمة الماعز تغسليها كويس عشان بيكون فيها يعني من اثر الذبيح ومن اثر الماعز كده بعض الشعيرات اللي هي بتبقى سودا وكده. فانا غسلتها يعني غسلة كويسة. وبعد كده ضفتها، وزي ما انتوا شايفين وريتكم الشوربة بتاعتها بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا فتة يعني رز، يعني رز ابيض. النهاردة هعمل معاكم برضو الرز الابيض بطريقة يعني حلوة خالص. هيطلع معاك الرز ابيض وفي نفس الوقت مفلفل. زي ما انتوا شايفين ضفت الزيت سخن خالص. نزلت بنص كمية الرز، هشوحها معايا بحيث ان حباية الرز معايا تتغلف كلها بالزيت زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بشوف في ناس بتسلقه، وفي ناس بتنزله بالمية بتاعته وبتضيف له زيت وخلاص على كده، او ان هي بتنزله في الزيت بدون ما تقلبه وبتضيف له المية بتاعته. بس دي افضل طريقة حرفيا. بيكون الرز ابيض لونه، وانا هوريكم ازاي الرز هيكون ابيض ولونه ما بيختلفش خالص معايا، وفي نفس الوقت بيكون مفلفل وشارب ومشوح كده وشارب يعني ايه، مش معجن خالص. طبعا كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا. ما تنسوش احبابي الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. ما تنسوش اللايكات، كتروا كتير خالص من اللايكات. وما تنسوش تعليق كده يحفزني ويفرحني، وانا بسعد فعلا فعلا بتعليقاتكم. وبقول لكل المشتركين الجدد اهلا بكم في قناتي، وانتوا على راسي، وانتوا اخواتي واحبابي. زي ما انتوا شايفين طبعا اديته تشويحة. انا ما اديتوش لون، ما حمرتوش، انا اديته تشويحة في الزيت. يعني قلبتين في الزيت كده او تشويحتين في الزيت، اللي هي الكمية الاولى. والكمية التانية اللي ضفتها برضو كده تقلبتين او تشويحتين. وخلاص كده ضفت الملح بتاعي زي ما انتوا شايفين. وهضيف المية بتاعتي. المية بتاعت الرز طبعا علشان تكون الرز معايا مستوي ومش معجن ومش زيادة، علشان البنوتات والعرايس الموسم ده موسم عرايس. اني زي ما انتوا شايفين المية او الشوربة على حسب ما انتي هتزودي الرز بتاعك بايه، بتكون فوق الرز بتاعك بعقلة صباعك. عقلة صباعك اللي هي يعني نقول مقدار ضفرك، يعني العقلة بتنتهي عند نهاية الضفر معايا كده. فهي بمقدار عقلة الصباع بيكون المية فوق الرز بتاعك، علشان الرز يطلع مستوي وفي نفس الوقت ما يطلعش معجن. دلوقتي احنا هنعمل معانا الصلصة بتاعة الفتة بتاعتنا. طبعا صلصة الفتة يعني توم. ضفت الزيت بتاعي، السمنة على حسب انتي حابة تعملي بايه، بس انا قلت الزيت خفيف وكده.
حطيت زيت زي ما انتوا شايفين. هشوح التومة بتاعتي بحيث ان هي تاخد لون اصفر. وبعد كده هنضيف دلوقتي الخل بتاعنا. هو صلصة الفتة مميز عن باقي الصلصات ان هي بيكون فيها خل وبيضاف، بتطش بالخل على ايه، على التومة. فعلا والله العظيم كانت طعم الفتة حكاية، يعني كل اللي ذاقها قال طعم الفتة جميل خالص والصلصة جميلة، ويعني كان ليها كده نكهة كده حلوة. يلا كل سنة وانتم طيبين. وكل يعني ايه بعد العيد اللي هو انشغل في العيد وفي الذبيح وكده ولسه ما عملش اكلات العيد، او لسه معاه لحمة وما عملش الفتة، يلا بسرعة مستنيين ايه؟ اعملي فتة كده ان شاء الله بإذن الله هتطلع معاكي مظبوطة. اسمعي الفيديو وان شاء الله هتطلع معاكي 10/10. طبعا زي ما انتوا شايفين التومة بتاعتي حمرت. هبتدي اضيف دلوقتي الخل. الخل يعني مقدار معلقتين كبار من الخل. انا طبعا هنا جزازة الخل بتاعتي كانت خالصة، فدي معلقة. هضيف دلوقتي انا معلقة معايا من خل، عندي خل عنب. تقولي خل عنب مش هيغير طعمها، مش هيعمل، لا، خل العنب عكس يا بنات خل التفاح. خل التفاح بيبقى ليه لذعة جامدة كده وليه طعم مختلف عن الخل العادي. اما خل العنب يا بنات ملوش طعم خالص. يعني انا النوعية، يمكن حد يقول لي لا خل العنب ليه طعم، انا النوعية اللي انا مستخدماها دي ماليش طعم خالص، يعني زيه زي الخل الابيض بالظبط. فضفت طبعا خل عنب. هتغلي الخل، هيغلي ياخد غلوة مع التومة. وبعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي. دي الصلصة اللي انا مصلصلاها في الفريزر بتاعي. طبعا بتنفعني جدا في وقت الازمات والطوارئ ووقت ما النور بيقطع وكده. فمثلا ببقى في ظرف وما حضرتش حالي ان انا اكون مجهزة الطماطم يعني بتاعتي وكده اللي هعمل بها الطبخة، فالصلصة دي بتنفعني جدا. بطلع كيس بتبقى 10/10 معايا. زي ما انتوا شايفين طبعا هي فكت وابتدت تتسبك معايا. هبتدي اضيف كزبرة، فلفل اسود، كمون، بس فقط لا غير. طبعا احنا اللحمة بتاعتنا منكهينها بالمنكهات اللي حطيناها في الشوربة، فاحنا بس الصلصة بتاعتنا هنديها البهارات العادية بتاعتنا، مش هنجود. والرز بتاعنا يدوبك عليه شوية الملح الابيض، وهتطلع معاكي احلى فتة، احلى فتة فعلا. هنسيبها تغلي غلوتين. طبعا هو في الوقت ده كان الرز بتاعي استوى. شايفين الرز ابيض ناصع ازاي؟ يعني حرفيا حرفيا الكاميرا ظلماه، وفي نفس الوقت مفلفل ازاي، مفلفل وابيض، بياض ناصع ناصع. وانا شوحته في الزيت، ورغم ذلك ما اخدش معايا لون، ولا ضفت سكر ولا خل ولا الحاجات الغريبة دي اللي انا بسمع عنها. لا، هو كده الطريقة معايا، وبيطلع معايا بسم الله ما شاء الله رز يعني بنفس، شايفين درجة البياض والنصع، يعني ناصع جدا. طبعا العيش بتاع الفتة بتاعتك، سواء انت عيش هتحمريه في زيت، عيش هتحمريه معاكي في فرن البوتاجاز، او احنا عندنا هنا العيش الشمسي الصعيدي. انا عملت قبل كده عيش شمس على القناة. هسيب لكم في شاشة النهاية طريقة عمل العيش الشمسي. فده عيش شمسي احنا عاملينه يعني، بس مش انا اللي عاملاه، ماما هي اللي عاملاه. فانا بعد ما العيش بيستوي عملت ايه، بنقطعه كده مثلثات او 4/4، او بنقطعه شرايح، وبندخله في الفرن على نار هادية يتحمص. بعد كده بنطلعه من الفرن بتبليه، العيال بتجرجشه وهو كده وهو ناشف، اي حاجة بيكون طعمه حلو خالص. فانا هستخدمه في الفتة بتاعتي برضو، هيديها طعم حلو خالص عن العيش اللبناني او العيش السوري او العيش المصري. اللي هو ايه، اللي بيتحمص او بيتجلي في الزيت، هيديه طبعا، هيدي الفاكهة بتاعتي الفتة اسفة بتاعتي طعم حلو. ضفت نص كمية الرز، وهبتدي اضيف معايا العيش زي ما انتوا شايفين. طبعا العيش انت بتقطعي حجم اللقمة اللي هي تريحك. طبعا هو لما بيتبل بيبقى 10/10. طب هو ناشف دلوقتي، هتقوليلي ان هو هيكون ناشف على سناني وكده، لا، اسمعي دلوقتي احنا هنعمل ايه. وهيبقى في نفس الوقت هو
طري، والفتة بتاعتنا مش معجنة او فيهاش شوربة كتير وسوائل كتير. يعني اللي هياكلها فعلا 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 هيدعيلي زي ما انتوا شايفين، وهيدعيلك برضو. يلا صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، كتري كتير من الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين هنا الشوربة بتاعتي كانت 10/10. باخد بالمعلقة دياتي وايه، بسقي العيش بتاعي، مش بغرقه مية طبعا عشان ما يعجنش من الرز او بيكونش في شوربة كده في الصينية بتاعتي ولا حاجة. لا، انا بسقي كده بسيط خالص زي ما انتوا شايفين العيش بتاعي، بحيث ان العيش يطرى، اللي ياكله ما يكونش ناشف عليه. حطيت الرز وحطيت كمية العيش اللي انا هستخدمها، وبعد كده حطيت باقي الرز زي ما انتوا شايفين، وانا هحط على الوش الصلصة، وبعد كده اللحمة بتاعتي. طبعا كل واحد هيرتب الفتة، او انا النظام اللي انا بحبه ده. تحطي صلصة على الرز تحت براحتك، هتحطي صلصة على العيش براحتك، بس احنا بنحب الشكل ده، ويعني الاولاد بيحبوها. بتكون معايا، انا بشوف ناس يعني الفتة بتكون منهم معجنة كده، لا دي فتة مفلفلة كده. فتة 10/10، وحطيت عليها اللحمة. طبعا اللحمة انتي مطلق ليك الحرية، عايزة تحمريها في الفرن وتحطيها على الفتة ماشي، عايزة تحمريها على البوتاجاز ماشي وهتستخدميها، بس احنا حبينا يعني ان احنا ناكل اللحمة بتاعتنا مسلوقة. طبعا احنا منكهينها وكده، وطعمها ايه هيكون اخف شوية وهي مسلوقة. بعد كده ابتديت احمر في التومة بتاعتي، وبوريكم عقبال ما التومة تتحمر. انا عملت معاكم كذا مرة الملوخية على القناة، بوريكم. بسم الله ما شاء الله، بيقولوا لي انتوا استاذة في عمل الملوخية، صح ولا مش صح؟ بيقولوا لي استاذة فعلا في عمل الملوخية. بصوا زي ما انتوا شايفين الملوخية بتاعتي مظبوطة و10/10. هبتدي اطشها طبعا بالتومة بتاعتي وكل الكلام ده. واوعي تغطي الملوخية بتاعتك بعد ما ايه تخلصيها تسقط منك ماشي. حتى يعني ايه لو انتي مش عارفة تظبطي القوام بتاعها، اما انا الحمد لله مش بتسقط مني لان انا بظبط القوام بتاعها. وهنا غرفت لهم الملوخية شوية شوربة، شايفين الشوربة بسم الله ما شاء الله. الفتة بتاعتي تمام التمام. وزي ما انتوا شايفين اكلاتنا 10/10 ان شاء الله، باذن الله ربنا يقدرني بكره باذن الله انزلكم فيديو لحمة الراس او المخ على حسب هيجي ايه الترتيب. وبكده انتهى الفيديو، والسلام عليكم.